السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أمام 15 دولة من الدول الأفريقية وأمام دولة عربية، وأنا أتصور وسمعتها في أكثر من لقاء أن ربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من الدول، إذا كانت دول عربية أو دول أمريكا اللاتينية أو قد يكون دول من العالم الغربي، وهو حكم ذاتي متطور وليس انفصال إقليم عن وضع الدولة المغربية اللي إلى حد كبير جدا المغرب واقفة ضده وبقوة وبشراسة ولن تسمح به من وجهة نظري تحت أي ظروف. يعني ما هي الدلالة القانونية لافتتاح قنصليات لعدد من الدول الأفريقية والعربية في هذه المنطقة؟ شوف، يعني هي ببساطة شديدة جدا، فيما بالإضافة لما طرحه سيادة السفير، نعم. شكل من أشكال بسط السيادة نعم. المغربية وإقرار السيادة المغربية على إقليم الصحراء. دي بين هلالين. صحيح. الجزئية الأهم والجزئية الأكبر، ويمكن سيادة السفير ركز شوية على مسألة القنصلية الإماراتية تحديدا، باعتبار أن القنصلية الإماراتية هناك إحصائية بتتحدث عن 92 اتفاقية ما بين الحكومة المغربية وما بين الإمارات، فهناك خصوصية علاقة ما بين الدولتين في التطور الاقتصادي والتطور الاستثماري والتطور حتى العلاقات السياسية ما بين الجانبين. وأنا عشان أجي للإطار القانوني لمسألة فتح القنصليات اللي عناوينها الأساسي 15 قنصلية إفريقية بجانب القنصلية الإماراتية، وهناك حديث بأنه الأيام القادمة سوف تشهد مزيد من فتح القنصليات. صحيح. لازم نرجع شوية لورا، خطوة شوية لورا، لأن أنا وجهة نظري أن هذا الصراع بدأ تحديدا من 1974. مش عايز أخدك لما قبل ذلك اللي هو تاريخ الاحتلال الأسباني، ثم استقلال بعض الأقاليم، الاستقلال المغربي عن أسبانيا وغيره، لكن 1974 تحديدا، لأنه هذا التاريخ من وجهة نظري كان تاريخ مفصلي، لأنه في هذا التاريخ طرح مسألة الاستفتاء واعترضت عليه المغرب ولجأت إلى محكمة العدل الدولية. صحيح. ولما لجأت إلى محكمة العدل الدولية قدمت طلب للأمم المتحدة، والأمم المتحدة 1975 أقرت باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري فيما هو مرتبط بإقليم الصحراء تحديدا. ومحكمة العدل الدولية أصدرت قرار شهير صريح واضح بأنه إقليم الصحراء قبل الاحتلال الأسباني كان له ملك أو كان له ملك، وإن هناك علاقة خاصة ما بين سلاطين المغرب وما بين زعماء القبائل الموجودة في الصحراء. هذه العلاقة كانت علاقة ولاء وعلاقة بيعة وعلاقة سيطرة من قبل المغرب على إقليم الصحراء. من 1975 وصدور الرأي الاستشاري الخاص بمحكمة العدل الدولية بدأت تداعيات كثيرة جدا. هذه التداعيات بدأت بالمسيرة السلمية اللي دعا إليها ملك المغرب السابق، ثم بعد المسيرة السلمية كانت هناك مسيرة خضراء، ثم بعد المسيرة الخضراء ردت الجزائر بمسيرة طردت 350 ألف أسرة مغربية، وردت بمسيرة أيام هواري بومدين سمتها مسيرة سوداء، ثم من 1988 أقرت الأمم المتحدة بأنه لابد أن يحل هذا الموضوع حلا سلميا. المطروح في هذا الصراع أمرين: إما الاستفتاء، ودي مسألة ترفضها المغرب بأنه الاستفتاء بشكل أو بآخر قد يكون تحايل بشكل أنه يفصل من خلاله إقليم الصحراء عن السيادة المغربية. والمغرب ردت بمسألة الحكم الذاتي، مبادرة الحكم الذاتي، وبمبادرة طرح الحكم الذاتي أخذت شكل من أشكال التأييد. صحيح. جمع هذا التأييد الأمم المتحدة، والمملكة العربية السعودية ذاتها قدمت طلب للحكومة الأسبانية بضرورة الاجتماع مع الحكومة المغربية، واجتمع الثلاث أطراف المغرب وموريتانيا والجزائر، وفي هذا الأمر في هذا الاجتماع ناقشوا في مسألة فكرة الحكم الذاتي للمغرب على إقليم أو الحكم الذاتي المتطور لإقليم الصحراء الغربية. وصلنا إلى ما وصلنا إليه. المسألة إلى حد كبير جدا تكاد تكون متجمدة، والمجتمع الدولي جمد هذه المسألة، نروح للاستفتاء ولا نروح لمسألة الحكم الذاتي. ردت المغرب، وأنا متصور أنه كان ردا ذكيا كبيرا، بأنه مسألة فتح قنصليات أو ما يسمى بحرب القنصليات على إقليم الصحراء. يعني بالإضافة لما طرحته، لأن الجزء اللي أنا طرحته ده جزء مهم جدا، لأن أنا وجهة نظري أنه لم
يكن موجود او لم يكن مطروحا مساله اطار القنصليات ما لم يوجد اطار دولي لوضع السياده المغربيه على صحيح. اقليم الصحراء. هذا الاطار الدولي هو الراي الاستشاري اللي صدر من محكمه العدل الدوليه. ده راي لا نستطيع ان احنا نغفله، لانه هذا الراي الاستشاري صدر من محكمه العدل الدوليه اعطى للمغرب سلطه السياده على اقليم الصحراء. وبدات مساله القنصليات، وانا لو نطيت لك لان هناك تواريخ كثيره جدا مهمه، لكن لو جيت لمساله القنصليات انا بتكلم عن قنصليه في الاول وفي الاخر هذه القنصليه هي تابعه لسفاره او هي جزء من سفاره، تابعه لدوله وهي ممثله لدبلوماسيه كبيره جدا. سفاره موجوده في الرباط، واعتراف بالدوله. فمعنى ان انا النهارده اكون امام 15 دوله من الدول الافريقيه وامام دوله عربيه، وانا اتصور وسمعتها في اكثر من لقاء ان ربما نشهد في الايام القادمه مزيد من الدول، اذا كانت دول عربيه او دول امريكا اللاتينيه او قد يكون دول من العالم الغربي، بوضع قنصليات لها في اقليم الصحراء. هنا يبقى انت بتعزز فرض السيادة المغربية على إقليم الصحراء المتنازع عليه، وربما نصل في النهاية إلى مسألة الحكم الذاتي المتطور اللي هي تريده الحكومة المغربية على إقليم الصحراء. ويبقى كده أنت بتصل إلى مفصل مهم جدا في مسألة انهاء النزاع الموجود واللي اقرته الامم المتحده سنه 2000 بضروره وجود حل سلمي له. سيد سفير، دكتور مختار يعني يعتقد او يؤكد الخبراء ان افتتاح قنصلية في دولة ما هو إلا إقرار بسيادتها على الإقليم بحسب القانون الدولي. صحيح. خاصة اتفاقات جنيف سنة 1963. صحيح. لأن القنصلية هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف مع الدول المعنية. صحيح أنا أميل لهذا الرأي بقوة، وعشان كده أنا وضحت لك في المداخلات الأولانية إنه شكل من أشكال السيادة أو إقرار السيادة للدولة المغربية أو للحكومة المغربية على إقليم الصحراء، ودي الهدف النهائي اللي عايزاه المغرب من وراء فتح هذه القنصليات. وعشان كده من وجهة نظري إن العالم الأفريقي بهذا العدد، انت بتتكلم في حدود 15 دوله، يعني دوله عربيه واحده هي الامارات، وربما يحظو حظوها دول اخرى كثيره. ويمكن حساسيه الصراع بين المغرب والجزائر فيما هو مرتبط بهذه القضيه ربما يحجم دول عربيه اخرى. لكن بشكل او باخر انك انت فتح قنصليه، اقرار بوضع السياده وشكل من اشكال المساعده في تنميه الاتفاقيات الموجوده ما بين هذه الدول وما بين الدوله المغربيه كدوله كاساس او ككيان. ومن خلال تعزيز هذه الاتفاقيات، عشان كده انا اشرت معاك الى دوله الامارات تحديدا، لانه ومجال النقاش مفتوح لان رمزيه دوله الامارات كدوله عربيه وخصوصية العلاقة وحجم الاتفاقيات وحجم الاستثمارات الإماراتية الموجودة داخل الدولة المغربية، ده معناها أن فتح القنصلية أنت هتحول جزء من هذه الاستثمارات أو هتحول جزء من هذه الاتفاقيات إلى الصحراء المغربية، وده يأكد وضع السيادة على إقليم الصحراء، وبيأكد الطرح المغربي الختامي اللي هي المغرب عايزة تحققه في النهاية، وهو حكم ذاتي متطور وليس انفصال إقليم عن وضع الدولة المغربية اللي إلى حد كبير جدا المغرب واقفة ضده وبقوة وبشراسة ولن تسمح به من وجهة نظري تحت أي ظروف. تمام.